هذه المرأة اللي تمدح فيهم وتقدس فيهم، لكن اسمع وش تقول. فرنسا نحرقوها والجزائر نحروها، فرنسا نحرقوها والجزائر نحروها. هذه كانت تقول في هذا الكلام سنوات بالمناسبة. الإعلام الفرنسي والبوليس الفرنسي ما كانوش منزعجين، بالرغم أنها تقول كلام خطير. فرنسا نحرقوها، يعني تخيل أنت واحد يجيك الجزائر أجنبي في الأصل نتاعو، أجنبي حتى وكان يحمل الجنسية نتاعك ولا، ويجي يقول لك نحرقوا الجزائر، أو الجزائريين يسمعوه ويروحوا يحرقوه. وهذا خطأ من اللي يقولها، وخطأ من اللي يرد عليه بهذه الطريقة. لكن شوف في المنطق، هذه تمثل العصابة تاع تبو، وهذه كانت تروح لها الأموال تاع الجزائريين، وكانوا ينقلوا ويجيبوها في القنوات. يا ليت المساعد يلقى لي المقطع هذايا في القنوات، يقول لك المستشارة في وزارة الرياضة، مستشارة في وزارة الرياضة. هذا إلا مش عاطينها باسبور دبلوماسي، لا تستغربون شيء، أو باسبور دو ميسيون، أو إذن بأموال الجزائريين القنصلية تاع ليون كانت تدهنها بشكل يومي باش تخرج تهاجم الأحرار. لكن هنا تهاجم الفرنسيس جابوا لها هذا المقطع. الفرنسيس كانوا يعرفوا دورها، لكن لما كان دورها ضرب الحراك وكسر الحراك ما كانوش منزعجين منها. لما الآن تبدلت الأمور واختصموا مع أصحابهم أو عملائهم في الجزائر، الآن بدأوا يجيبوا لها في الملفات نتاعها. هذه مش فقط هذه، لما رحت لي كانت دارت فضيحة كبيرة في إفريقيا، وكاد أن يقتلها الأفارقة في الشامبيونة هذه الأخيرة تاع إفريقيا. لما ذهبت هناك شوف ايش كانت تقول. يا حسرة على الجزائر ويا حسرة على باقي دول إفريقيا. يا تحية الجزائر، نحمدوا ربي اللي عندنا بلاد كيما الجزائر. احنا نورمالمون على بالكم ورانا احنا نورمالمون الجزائر موجودة في الخريطة بين البرتغال وإسبانيا، باسكو هنا عايشين واحد المعيشة. وكون وريت لكم أنا سجلت لا فيديو في الليل كنت بين فلاكار يا ودي العصر الحجري يعني تحتقر في الأفارقة المساكين وتقول عليهم ساكنين واحد المعيشة والعصر الحجري إلى آخره. وأثارت الأفارقة كادوا أن يقتلونها. طبعا حماتها من بعد حماها البوليس والمخابرات نتاع البلاد اللي كانت فيها، نظن كانت في الكوت ديفوار. مشكل، لأنها تثير مشاكل وتعبر، والناس الآخرين يشوفوها يقول لك جزائرية، وكثير منهم يربطوها مع النظام. شوف هذاك النظام اللي كسر علاقاته عن طريق شخص مثل هذه. البذاء اللي في لسانها ربما ما تجدهاش عند 1000 امرأة عاهرة عزكم الله، ما تلقاش البذاء نتاعها كما عندها هي يعني. فشيء فظيع أن هذا النظام وصل إلى حد أن اللي يمثلوه عبارة عن بلطجية، عبارة عن ديفوايو، عبارة عن بذيئين، لصوص، سراقين إلى آخره.